لو الدنيا كلها بتتطور وانت مش عايز تتطور تبقى دي مشكلتك انت. زمان الدنيا كانت مختلفة خالص. لو في شركة عايزة تسوق وتبيع منتجاتها كان الحل الرئيسي قدامها هو المطبوعات. يعمل فلاير، منيو، يوفط، اعلانات طرق. المصمم وقتها كان بطل اللعبة. اللي معاه مصمم كويس ومطبعة كويسة كده مالك السوق كله. مع الوقت الدنيا اتغيرت، البيع بقى عن طريق منصات السوشيال ميديا. العميل ساعتها ما بقاش يدور على يافطة في الشارع، بقى يدور على بوست يشده وهو بيقلب او بيسكرول في الموبايل بتاعه. تصميم البوست او تصميم السوشيال ميديا ساعتها كان هو البطل. اهم حاجة ساعتها كانت الالوان، الفكرة، الكومبوزيشن. ولو عملت تصميم يلفت النظر كنت ساعتها تعرف تبيع، والالجوريزم تساعدك وترشحك للعملاء. بس القصة وقفت لحد هنا؟ لا طبعا. دلوقتي السوق بدأ يروح لمرحلة تانية، والبيع للأسف ما بقاش بتصميمات السوشيال ميديا ولا تصميمات الطباعة. البيع كله بقى بالشورتس والريلز والمحتوى القصير. دلوقتي بقى الكونتنت والترشيحات وكواليتي الفيديو بقت أهم من العميل من الفلاير والبروشور وتصميم السوشيال ميديا. طب السؤال هنا، أعمل إيه؟ هل أزعل إن الدنيا اتغيرت ولا أطور من نفسي مع التغيير واستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي اللي تساعدني إن أطور من نفسي في التصميم واختصر وقت وأتعلم معايا حاجة تانية تحافظ على مكانتي في السوق؟ ولو عايز رأيي، شوف السوق رايح فين وتعلم اللي يخلي العميل بتاعك يعرف يبيع. لأنك لو فضلت واقف في مكانك هتلاقي نفسك بره السوق. إحنا مش بنقول إن التصميم راحت عليه، هو التصميم لسه فعال، بس أنا عايز أقولك إن هو دلوقتي ما بقاش البطل الوحيد في المعادلة. بقى في أبطال كتير تقدر تشتغل عليهم، ودلوقتي المحتوى القصير والشورتس والريلز هم اللي بيكسبوا. فلو انت بتشتغل جرافيك ديزاينر وبتعتمد على تصميمات السوشيال ميديا او تصميم المطبوعات، حاول برضو تطور من نفسك وتدخل نفسك في المونتاج، لان في الاخر العميل مش بيدور على صورة حلوة وخلاص، العميل بيدور على اللي يبيع له. ولو انت بتعرف تخليه يبيع هيفضل دايما بيحبك ومتمسك بيك. بس لو انت متمسك بس بالديزاين والتصميم، حابب اقول لك تشتغل على نفسك بشكل قوي جدا، لان منافستك هتكون صعبة، والعملاء اللي بيبحثوا عنك عددهم هيبدأ يقل مع الوقت لما يجربوا نتائج الشورتس والمحتوى القصير في الفترة اللي احنا شغالين فيها دي. وزي ما احنا عارفين ان دايما في جديد والدنيا بتتغير، ودلوقتي زي ما فيه اهتمام بحاجة معينة بكرة هتتغير ويكون فيه اهتمام بحاجة تانية. فالتصميم لا غنى عنه وهتفضل دايما الناس محتاجاه. لكن نصيحتي ليك بجانب التصميم ومع وجود ادوات الذكاء الاصطناعي اللي بدأت تساعدك فعلا في التصميم، حاول تروح للجزء اللي العميل محتاجه. وحتة ان انت قوي في التصميم دي هتكون عنصر قوة ليك جدا، وهتأثر بشكل كبير على شغلك سواء في المونتاج او في الموشن. على العموم فكر فيها وشوف انت مستعد تطور من نفسك ولا تخليك واقف مكانك. ولو مهتم تعرف وتتعلم مهارات الفيديو وانتاج المحتوى، تابعنا على القناه، لان في الفتره الجايه هتكلم في المواضيع دي واحده واحده. ولو وصلت لحد هنا وموضوع الحلقه فادك، يا ريت ما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك كل الحلقات الجديده. ويا ريت برضو ما تنساش تكتب لي رايك في الكومنتات، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.